السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين يتوفى شخص عزيز علينا يكون الحزن سريعا، لكن الفقد الحقيقي بطيئا. فالإحساس العميق بالخسارة يتأخر ولا يكشف نفسه إلا عندما تمر الأيام وتضع بنا الحياة في موقف لا يملأه سواه. عندها فقط ندرك ما أخذ الغياب منا. يقول الفيلسوف نيتشه: عادة ما لا نشعر إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة على موت شخص بأن فقدانه أمر غير معقول، وأننا نشعر بفقده. وبالنسبة لعظماء الرجال لا يكون ذلك إلا بعد عشرات السنين. لكن الحاجة وحدها هي التي تبدي لنا كم كان ضروريا وجود ذلك الشخص، ويكون شاهد قبره الحقيقي هو أنين الفقد التي تأتي بعد مدة من الزمن. يقول الشاعر: يؤخرنا الفقد حتى نظنه خفى، فإذا مضى أبان جرحا آخر. تحياتي لكم، ورحم الله أمواتكم، وأطال الله في أعمار المتبقين منهم، وكتب لكم حياة سعيدة إن شاء الله.